عمرك حسيت قبل كده بمشاعر غريبة مجرد ما تسمع أغنية معينة؟ يعني ساعات تسمع أغنية فتلاقي دموعك نزلت من غير سبب، أو فجأة تحس إنك متوتر وقلقان من غير ما يكون حصل حاجة. السر هنا مش في كلمات الأغنية، السر في الموسيقى نفسها. الأصوات دي مش مجرد نغمات، دي مفاتيح بتفتح أبواب جوه دماغك وتتحكم في مشاعرك. الحقيقة إن في سر محدش بيحكي عنه، سر الأصوات. انت متخيل ان في ناس بتصنع موسيقى مش عشان تسليك؟ لا، عشان تسيطر عليك، تخليك تسمع التراك مرة وبعدين تحس انك عايز تسمعه تاني وتالت ورابع، زي الادمان بالظبط. او اغنية معينة تفضل معلقة في دماغك برخامة وما تبقاش عارف تطلعها من دماغك ازاي. في تراكات اتعملت مخصوص بتلعب على ترددات معينة فتخلي المخ يحس نفس احساس المخدرات. تخيل كده ان في حد مدمن مش سيجارة ومش مشروب، لا، مدمن نغمة موسيقية. والأغرب إن في تراكات اتقال عليها إنها ممكن تضيع عقلك أو حياتك. موسيقى ملعونة اللي بيسمعها بيدخل في حالة غريبة، واللي يكملها للنهاية يمكن ما يعرفش يرجع يكمل حياته بشكل طبيعي. إزاي الموسيقى بتتحكم فيك من غير ما تعرف؟ وهل ممكن تلاقي نفسك مدمن تراك زي ما غيرك مدمن مخدرات؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة دي، خليكم معايا. الموسيقى مش مجرد حاجة الإنسان اخترعها، دي موجودة حوالينا من ساعة ما ربنا خلق الكون. صوت الموج على الشط، صوت المية في الشلالات، حتى صوت الرياح وسط الشجر، كلها موسيقى طبيعية موجودة في الكون من ساعة ما اتخلق. ومن أول لحظة اتولدنا فيها والموسيقى حوالينا من غير ما نحس. صوت دقات قلب الأم وانت لسه جنين، أول عياط ليك، أول حد حاول يهديك وانت بتعيط وغنالك. الأصوات دي كلها بتترسخ جوانا كأنها أول لغة بنتعلمها، لغة أقدم من الكلام نفسه. والحضارات القديمة فهمت ده كويس. المصريين القدماء مثلا الموسيقى كانت بالنسبة لهم من أهم الرموز اللي بيعبروا بيها عن نفسهم. استخدموا الطبول والناي في الطقوس الدينية عشان يربطوا بين السماء والأرض. الأشوريين والإغريق كانوا معتقدين إن كل إله ليه النغمة الخاصة بتاعته، وإن الموسيقى وسيلة للتواصل مع العالم الآخر. حتى في الموت اتعملت مقطوعات مخصوصة للجنازات، زي ما كان في موسيقى للفرح وللحرب كان في موسيقى كمان للموت. وكأن حياة الإنسان كلها بتبدأ وبتنتهي بالموسيقى. الموسيقى دي مش مجرد أصوات حلوة، دي شفرة بتخترق دماغك. لما ودنك بتلقط بسرعة أي لحن، الإشارة بتسافر بسرعة لمراكز المشاعر والذاكرة في المخ. هناك بيبدأ الجسم يفرز مادة الدوبامين، ودي نفس المادة اللي بيفرزها المخ وقت السعادة، ودي برضو نفس المادة اللي بتطلع وقت ما حد بياخد مخدرات. وده بقى اللي بيخلي أغنية معينة ممكن تديلك نشوة لحظية أو تخليك مبسوط بشكل مش مفهوم. أما بقى لو كانت الموسيقى حزينة فالمخ بيفرز هرمون تاني اسمه البرولاكتين، وده مرتبط بالحزن والعياط والاكتئاب. عشان كده أحيانا تلاقي نفسك دموعك نازلة من غير ما تفهم ليه. وفي حاجة العلماء بيسموها الأشعار الموسيقية، اللحظة اللي بتلاقي فيها جسمك كله أشعر من مقطع موسيقي. والسبب إن الموسيقى بتنشط مناطق في المخ خاصة بالمكافأة، فالجسم بيترجم ده كأنه إحساس جسدي مفاجئ، كأنك واقف قدام شيء عظيم. والأغرب بقى إن الموسيقى مرتبطة بذاكرتنا بشكل غريب. مش بتلاحظ إنك ممكن تسمع أغنية معينة ترجع لك ذكريات بقالها سنين، أو تخليك تفتكر شخص معين أو إحساس كنت عايشه في وقت ما، ويرجع لك نفس الإحساس ده كأنك بتعيشه تاني وقت ما بتسمع الأغنية دي. تعرف إن الدكاترة ساعات بيستغلوا ده مع مرضى الزهايمر، وبيسمعوهم أغاني معينة ليها ذكريات معاهم عشان يفتكروا تفاصيل حياتهم. باختصار، الموسيقى مش مجرد فن أو تسلية، دي تجربة كيميائية كاملة بتحصل جوه دماغك، وتقدر تخليك في ثانية تبكي أو تضحك أو تحس بالنشوة كأنك في عالم تاني. طب لو الموسيقى زي ما احنا بنقول كده مش مجرد أصوات وإنها مادة كيميائية بتمشي جوه جسمك، هنا لازم نسأل سؤال خطير. لو في حاجة قادرة تتحكم في مشاعرك وتغير كيمياء جسمك، ايه المانع ان حد ممكن يستغل ده؟ الحقيقة انه محدش منع، واللي حصل ان العلماء اكتشفوا انك ممكن تصنع موسيقى مخصوص عشان توصل الناس لحالة ادمان. الموسيقى بتشتغل على نفس دوائر المكافأة العصبية اللي بيشتغل عليها الكوكايين والنيكوتين. يعني كل مرة بتسمع فيها لحن بتحبه، المخ بيديلك جرعة دوبامين صغيرة، ولما بتخلص الأغنية بتحس إنك محتاج تعيدها تاني عشان تاخد نفس الإحساس. وده بالظبط تعريف الإدمان، إنك تبقى محتاج الجرعة عشان تبقى تمام.
عشان كده ظهرت أنواع من الموسيقى معمولة من التكرار أو البيت المنتظم، زي موسيقى التكنو أو الترانس. الإيقاع فيها بيكون ثابت وبيفضل يتكرر ويدور بشكل يخلي المخ يدخل في حالة شبه منومة زي دي كده. موسيقى الترانس اصلا اتسمت كده لانها بتحط اللي بيسمعها في حاله ترانس، حاجه كده شبه التنويم المغناطيسي، وده قريب جدا من حالات التصوف او الغيبوبه الروحيه اللي بتحصل في طقوس عبادات لقبائل معينه. عبده الشيطان مثلا دايما بيستخدموا موسيقى زي الميتال او الدارك تكنو، وبيكون هدفهم انهم يدخلوا الناس في حاله فقدان للوعي الجمعي وكانهم بيتحركوا بنفس الذبذبه. في تراكات اخطر بكتير، التراكات دي بتلعب على ودنك الشمال بتردد وعلى ودنك اليمين بتردد تاني مختلف حاجة بسيطة. مخك بقى بيترجم الفرق بينهم كذبذبة وهمية. الذبذبة دي بتغير نشاط المخ وتخليك تحس بالاسترخاء أو النشوة أو حتى بالقلق والتوتر. طب سمعت قبل كده عن حفلات الريف بارتيز؟ بيكون فيها موسيقى تكنو أو ترانس بتتكرر بسرعة وإضاءة قوية بتروح وتيجي، وطبعا مخدرات تساعد على توسيع الإدراك، والناس بترقص ساعات طويلة لحد ما يدخلوا في حالة اسمها ترانسندنس، يعني كأنهم خرجوا من الجسد. وبعض الباحثين شبهوا ده بأنها طقوس وثنية حديثة، وطبعا ما ينفعش يكون في حاجة زي كده وما يكونش ليها سوق، وما دام حاجة مظلمة يبقى سوقها إيه؟ مظبوط، الديب ويب. هناك بيتم الترويج لبعض التراكات الغامضة على إنها بوابات عالم تاني أو موسيقى شيطانية، وبيسوقوا ليها تحت اسم المخدرات الرقمية. ملفات صوتية تحملها، تحط السماعات وتلاقي نفسك داخل في حالة قريبة من تأثير المخدرات. وكعادة الإنسان حول فن عظيم مستخدم من آلاف السنين بيربط البشر بالطبيعة والآلهة في الحضارات القديمة لصناعة قذرة مدمرة تلعب في كيمياء المخ وتتحول لإدمان. أظن جه قدامك قبل كده تراك أو فيديو على اليوتيوب اسمه سبليمينال. إيه بقى قصة السبليمينال دي؟ دي يا سيدي عبارة عن تراكات فيها ميوزك مليانة رسايل. الرسايل دي عبارة عن ترددات أو جمل أو حتى أصوات مخيفة جوه التراك، بتكون متعمدة أو بتطلع بشكل عشوائي، لكن في الحالتين بتأثر عليك من غير ما تحس. خليني أديلك أمثلة. في السبعينات والثمانينات اتهموا فرق روك عالمية إنهم بيسجلوا جمل شيطانية بالعكس، يعني لو شغلت التراك بالعكس هتسمع رسائل غريبة زي اعبد الشيطان. القصة دي اتسمت وقتها بباك ماسكينج، وكانت صدمة للناس لدرجة إن في محاكم في أمريكا ناقشتها بجد. السؤال هنا، هل الرسائل دي ليها تأثير حقيقي ولا مجرد أسطورة؟ علم النفس بيقول إن العقل الباطن بيتأثر بالمثيرات حتى لو مش واضحة للعقل الواعي. يعني لو في كلمة مكررة أو جملة اتزرعت جوه تراك موسيقي، ممكن بمرور الوقت تلاقي نفسك متأثر بيها في قراراتك أو حالتك المزاجية. ولو ركزت في حياتك هتلاقي الموضوع ده بيحصل معاك فعلا. لو قعدت تسمع أغنية حزينة عن قصة فراق مثلا وانت أصلا مش مرتبط ولا في حياتك حد، واتأثرت بالأغنية والكلمات وفضلت تسمعها كتير، بشكل ما هتلاقي قصة الأغنية بتحصل في حياتك. انت في عقلك اللاواعي جذبت القصة دي وعشت معاها في خيالك فاتحققت في الواقع. وده خلى الموضوع يتطور لمرحلة تانية أخطر، وهي تراكات السبليمينال على اليوتيوب. موجود منها آلاف التراكات اللي بيتكتب عليها إنها بتحقق لك أي حاجة، تخس من غير ما تعمل دايت، تجيب فلوس من غير ما تشتغل، تجذب شريك حياتك، تغير شكلك ولون عينك. والله لو مش مصدقني خش اكتب في السيرش سبليمينال وهتتفاجئ من الحاجات اللي هتطلع لك. المشكلة بقى إنه بيقولك في التراك ده إنك لازم تفضل تسمعه لساعات طويلة وانت نايم وانت مركز، على أمل إن الترددات دي تدخل جوه عقلك الباطن وتحقق المعجزة. لكن هنا في مشكلة، مش كل التراكات دي آمنة. في تراكات بتكون معمولة بنية كويسة زي الاسترخاء أو التأمل، لكن في تراكات تانية مش معروف مين اللي عملها ولا حط فيها ايه. تخيل تسمع تراكات فيها رسائل سلبية أو مخيفة بتتكرر على ودنك لساعات، ممكن تصحى تلاقي حالتك النفسية متدمرة أو تدخل في اكتئاب من غير سبب واضح. يعني باختصار السبليمينال سلاح ذو حدين، ممكن تستخدمه للمديتيشن أو التأمل أو التحفيز، وممكن جدا تكون مصيدة توقعك في فخ نفسي من غير ما تحس. وأنا بصراحة رأيي إنه بلاش منه خالص. التراكات دي ممكن تكون من أخطر الحاجات اللي موجودة على الإنترنت حاليا، وما تقدرش تقيم من بعيد هي مفيدة ليك ولا مضرة، ولا تقدر لما تجرب ولقيتها مضرة إنك تبطلها بسهولة. ولو بطلتها مش هتكون ضامن برضو إنها ما سببتش ليك أي أذى، وارد تجيب لك اكتئاب أو أفكار انتحارية أو تفتح عليك أبواب من عالم تاني انت مش قده. الفيديو اللي هيظهر قدامك هيفهمك اكتر عقلك الباطن ممكن يعمل فيك ايه، هتندم لو ما شفتوش. وطبعا هتلاقي المصادر اللي اتكلمنا عنها في حلقة النهاردة في اول كومنت.
أشوفكم الحلقة الجاية وخليكم واعيين.